من ساعات بسيطة صدر قرار رسمي من بنك أبو ظبي الإسلامي وده أحد بنوك الإمارات إنه غير ليميت الكريدت كارد دوليا من $250 ل$50. يعني أنت لو معاك كريدت كارد سواء بقى قبل 20 ديسمبر أو بعد 20 ديسمبر اتحول الليميت بتاعها لو أنت من جوه مصر وبتشتري دوليا بقى $50 شهريا زي ما أنتوا شايفين أهو على الصفحة الرسمية بتاعت بنك أبو ظبي. طبعًا الكلام ده ساري على اللي داخل مصر، أمّا لو قدّمت للبنك ما يفيد سفرك فساعتها هيتفتح لك الlimit العادي. وطبعًا كان من كام يوم الCIB قال للعملا بتوعه سواء معاك credit card واحد أو 2 أو 3 مجموع الlimit بتاعهم هو $250. بعد كده بنوك تانية طلعت قالت لك بعد يوم 20 ديسمبر مش هيشتغل معاك الcredit card دوليًا قبل 6 شهور، وفي بنوك تانية قالت لك مش قبل 3 شهور. فبصراحة أنا مش عارف البنوك هل دي قرارات يعني هي كل بنك ليه قرار لوحده والّا هم هيضطروا بقى بعد كده يحولوه ل$50؟ الموضوع بقى صعب جدًا على المعاملات الدولية، وأي freelancer دلوقتي ما بقاش عارف يدفع أي حاجة، لإنه $50 دول حتى ما يكفّوش اشتراك لو مشترك في برنامج مثلًا مش هيكفّوه، ومش هيكفّيه لو بيعمل إعلانات ممولة والكلام ده كله. لذلك إن شاء الله هنا على القناة الفترة الجاية هاشرح لكم مجموعة وسلسلة من البطاقات الافتراضية الدولية اللي تقدر تتعامل بيها دوليًا بقى لحد ما مشكلة بطاقات مسبقة الدفع أو الخصم المباشر أو الcredit card تتحل في مصر. ربنا يوفقكم جميعًا، شكرًا جدًا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.